السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أهلي الكرام، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل أمة الإسلام. خلونا نشوف اليوم التعليقات. كل الصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا مثل ما بنعرف الأربعة أيام الماضية وصلت رسائل كثيرة من الهلال الأحمر التركي وخاصة للأخوة المستفيدين، وكلها بتفيد أنه تم إيقاف الكرت وإلى آخره. لكن اليوم وصلت رسائل ليست مشابهة للرسائل السابقة، لكن كانت توصل كل شهر بشهره. هلأ كمان رح نشرح شو وضع هي الرسالة. بالإضافة إلى ذلك رح نشرح عدة أمور مهمة بتهم الأخوة المستفيدين. أيضا أصدقاء الكرام، رح نبدأ بالخبر الأول. طبعا السوريون يدفعون ضرائب. وزير الخزينة والمال محمد ينفي مزاعم إعفاء السوريين من الضرائب. طبعا مثل ما بنعرف مع بداية أي شيء بتركيا، إن كان انتخابات رئاسية أو محلية أو صياغة دستور، هلأ من جديد كمان راح تشاهدوا هي الشيء من قبل أحزاب المعارضة ويحرضوا على اللاجئين السوريين. لكن رب العالمين موجود إخواني الكرام، وأيضا الأشخاص اللي بينطقوا الحق واللي عم يدافعوا عن السوريين من قبل المسؤولين الأتراك كمان راح نشوفهم على طول بالمرصاد، لأنه ما بيرضوا بالذل وما بيرضوا أيضا إخواني الكرام أنه ينهان أي سوري على هي الأراضي التركية. طبعا أصدقاء الكرام، بعد المزاعم أنه السوريين ما عم يدفعوا ضرائب، أجاب وزير الخزينة والمال من خلال تصريح صحفي له بأن السوريين يقومون بدفع جميع الضرائب، وعندما يتم فرض أي ضريبة ما من قبل الحكومة وتقول الحكومة يجب دفع هذه الضريبة، يقوم السوريين بدفعها بشكل سريع. طبعا هو عم يرد على المزاعم اللي عم ينفوا فيها أن السوريين ما عم يدفعوا ضرائب بالنسبة لموضوع المالية وبالنسبة لموضوع المحلات التجارية. فالفيديو طويل لكن حبيت اني اختصر جزئية بسيطة. طبعا نحن راح نشوف هي العنصرية كمان عم تزيد بالفترة الحالية، لكن انا بتمنى من جميع الاخوة السوريين والعرب المقيمين بتركيا لا حدا ينجر ورا هي الاشاعات. تمام اخواني الكرام، ان شاء الله ايامه بتمضي والقادم بإذن الله عز وجل أجمل بالنسبة لجميع السوريين. خلونا ننتقل مع بعض إلى تفاصيل الخبر الثاني. مدير قسم الطوارئ في مدينة باشيك شهير في قسم الطوارئ الطبي في ولاية اسطنبول يوصي بارتداء الكمامات خاصة للذين يعانون من أمراض مزمنة وتزيد أعمارهم عن 65 عام في الأماكن المزدحمة بعد ارتفاع عدد المرضى المصابين بالإنفلونزا ناتجة عن تقلبات الطقس في قسم الطوارئ في المستشفى بنسبة 50% الأسبوع الماضي. أيضا أصدقاء الكرام، امبارح مركز الهزة الأرضية التي كانت شدتها 4.1 ريختر ومركزها منطقة أنطاكيا التابعة لولاية هاتاي عند الساعة 9:24 من مساء يوم الخميس. طبعا أصدقاء الكرام، الحمد لله لا يوجد أي خسائر إن كان مالية أو أيضا خسائر في الأرواح. خسائر مالية ما ظل بالأساس في منازل، الله يفرجها أحسن شيء. بالإضافة إلى ذلك طبعا امبارح وصلت رسائل، والشهر الماضي وصلت نفس الرسائل، الشهر اللي قبله كمان وصلت نفس الرسائل، لكن اللي ما تم خصم له الراتب أو تخفيف مساعدته كمان هي الشهر نفس الترتيبة. الرسالة عم تكون موجبة: تم تخفيض مساعدتك في برنامج صوي أو باسم المستخدم عم توصل الخاصة بك، وذلك بسبب إعادة تقييم صوي حسب الهيكلية الديموغرافية للأسرة. يعني مثل ما حكينا، الأشخاص الشباب اللي عم تكون أعمارهم بين 18 حتى 55 أو 60 عام عم يتم استثناء من كرت الهلال الأحمر التركي وخاصة برنامج صوي. تمام أخواني الكرام. وفي بشارة أخواني الكرام بإذن الله عز وجل، الفيديو القادم راح أطلعكم عليها في اجتماع مهم جدا بالنسبة لاحتياجات اللاجئين وبالنسبة للدعم اللي راح يتقدم جديد لعام 2024 وعام 2025. في خير إن شاء الله، لكن نحن راح نسعى ورا أن الأمور تكون للأفضل بالنسبة لجميع الناس، والناس تأخذ حقوقها أولا وآخرا. الله يبارك فيكم جميعا والله يجزاكم الخير. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.